السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده بقى يا جماعة هنعمل أكلة جميلة جدا جدا بألف هنا وشفا. كان عندي كده شوية جمبري في الفريزر، ما شاء الله اللهم بارك. كنت جايباهم كده وقشرتهم وملحتهم بالملح والليمون كده وغسلتهم كويس جدا وحطيتهم في الفريزر. جه في يوم بقى هو مش لاقيه ان انا اعمل اي حاجة بصراحة، وكنت حيرانة النهارده، فطلعتهم كده وهنعملهم مع بعض ان شاء الله. يلا بقى نسمي الله كده ونشوف وصفتنا النهارده هتعمل ازاي. انا طبعا حطيت كده شويه زيت في الحله، مش عايزين يا جماعه نكتر زيت، يعني يا دوبك معلقتين كده بالظبط، معلقتين ثلاثه. وشويه البصل بتوعنا كده حطيناهم اهون، بسم الله ما شاء الله. انا عايزه البصل ما يبقاش ناعم، لا انا عايزاه كده يبقى كبير شويه، يعني ما ننعمش البصل خالص. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ده بصل ابيض مش بصل احمر. احنا طبعا عايزين نوفر البصل دون في الاسواق كلها، في بيت 12 ونص وساعات بيبيعوه ب15، هنين شويه عن عن البصل الاحمر. عايزين بقى كده نتبله كده كويس في قلب الزيت بتاعنا، احنا مش هنحمره، يا دوبك بس يدي معانا كده لون حلو كده، يعني يا دوبك يدبل في قلب الزيت. ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بقى حبة الجمبري معانا. بص هو متلج اهو، انا كنت غسلاه كويس جدا جدا جدا، قلت بقى بالمرة يعني انضفه واغسله بحيث ان انا اطلعه من الفريزر على طول ان انا اعمله. بصوا بقى خلاص البصلة اهي ما شاء الله اللهم بارك قربت تدي اللون بقى الحلو كده. هنحط بقى على طول على طول هنرمي الجمبري كده في قلب البصلة زي ما انتم شايفين. هنقلب بقى كويس كده، انا عايزة بقى ايه ندي كده صدمة حلوة للجمبري مع البصل. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحه البصل لمت عليا الجيران مع الجمبري، وحاجه طبعا موفره بصراحه. انا كنت محتاره اعمل اكل ايه النهارده، ما لقيتش احلى من الجمبري. كان متوفر بصراحه عندي، هو كيس وحيد كده، كنت جايبه طبعا نص كيلو مقشراه ومخليه كده في الفريزر. انتم عارفين طبعا الحاجه لما بنشيلها بنعوزها في اي وقت بنطلعها على طول. حبة الطماطم بقى هنسقطهم بردك على طول اهو، وصفة بسيطة وسهلة وجميلة وموفرة معانا. بصلتين على طماطميتين على حبة جمبري، هاتي يا ستي ربع كيلو جمبري وقشريه واعمليه. حبة كمون بقى، حبة التوابل اللي عندك حطيها. يلا نوفر وندبر مع اختكم شوشو. عايزه اقول لكم يا جماعه كيس الجمبري دون كان مستخبي كده مني في الفريزر. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى الميه بتاعت الجمبري خلاص اهي، انا مش عايزه الميه دي خالص، الميه دي كده تنشف، وهنحط له الطماطم طبعا هي اللي بتنزل الميه بتاعتها كده. احلى صوص بصراحه. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه الصوص بتاع الجمبري ده اطعم من الجمبري نفسه. هنحط بقى كده قرنين الفلفل اللي احنا قطعناهم الشطه دول، انا طبعا ولادي بيحبوا الحاجه الحراقه. يلا بقى نحوجه كده، حطينا بقى حبه كركم عشان اللون كده يتظبط بقى معانا. بصوا يا جماعه لون الجمبري ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا وشفا. لو وصلت معايا لغايه دلوقتي الفيديو حطوا اللايك لاختكم شوشو، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان عيلتي مش هتكبر طبعا غير بيكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. هنحط برضو حبة شطة لان انا دقته بصراحة لقيته مش حامي، الفلفل ما كانش حامي قوي يعني، فقلت كده نشطشطه شوية بالشطة. بصوا يا جماعة طبعا الجمبري هو باين عن البصل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا بصراحة مش هعمل رز، احنا هناكله كده بالعيش، ما انا قلت لكم من اول الفيديو احنا عايزين نوفر، هناكله كده بالعيش، مش هنعمل جنبيه بصراحة رز. ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين. يلا بقى سريع سريع كسريع نعمل حتة سلطة كده، بس بصراحة حتة سلطة هتبقى زي العسل من ايد اختكم شوشو. طماطميتين على قرن فلفل على بصلاية على ليموناية على خياراية، وفي ثواني في ثواني كده هنقطعها. بصراحة يا جماعة السلطة دي نجربوها يا جماعة، والله العظيم جميلة جدا جدا جدا. كل اللي كان بيجي عندي وبيدوقها بصراحة
كان بيقول لي احلى سلطه من ايدك يا شوشو. طماطميتين اتنين اهون زي ما انتم شايفين، سريع سريع، خلي قلبك حامي كده، هتخلصي في ثواني. وادي خيارية كده حلوه كانت مرميه برضك عندي كده في التلاجة مستخبيه مني، وخيارية اهوت، والبصلايه قطعي كله كبير في كبير. انا مش عايزه السلطه تبقى اللي هي الصغننه قوي، لا قطعي الخضره طبعا. السلطه لازم الحاجات بتاعتها تبقى متقطعه كبيره عشان فوائدها. وادي قرن الفلفل المشطشط، انا بصراحه مش هعمل الفلفل كله عشان الفلفل حامي شويه. وادي الليمونه اللي معانا، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى هنقلب كده كله في بعضه، ويلا بقى هنحط لها كده حبه الكمون بتوعها. حبه سلطه ما شاء الله اللهم بارك، بالف هنا وشفا. هنحط بقى حبه كمونها، وطبعا عصرنا عليها الليمون بتاعها. بصوا بقى التكايه دي يا جماعه، حطوا بقى بعد ما حطينا الليمونه وحبه الميه، هنحط طبعا حبه خل كده. الميه بتاعت السلطه دي يا جماعه جميله جدا جدا جدا، بالف هنا وشفا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم وينول اعجابكم، وتسلموا لي احلى اخوات واحلى عيله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، اللهم امين يا رب. طبعا خلاص بقى اهو زي ما انتم شايفين الجمبري خلاص استوى. تسلموا لي وبالف هنا وشفا. سلام عليكم.